كاين بزاف ديال الناس كيشريو الطوموبيلات في المغرب بلا ما يتأكدوا من الوضعية القانونية ديالها، ومن بعد كيتفاجئوا بمشاكل كبيرة. في هذا الفيديو غادي نشرح ليك خطوة بخطوة كيفاش تطلع على وضعية التعرضات ديال أي سيارة بطريقة سهلة وبسيطة، وغادي تعرف شنو كيعني إلا ظهرت لك النتيجة السيارة سليمة وما عليها حتى حاجز، يعني تقدر تكمل العملية ديال الشراء أو البيع وأنت مرتاح البال. ولكن إلا لقيتي بأن كاين حجز أو تعرض، خاصك تكون عارف بأن هاد الشي ممكن يكون بسبب الديون ما مخلصاش أو شي نزاع قانوني بين المالك وشي طرف آخر، أو حتى السيارة مطلوبة في شي ملف قضائي. وهنا خاصك توقف وتفهم الوضعية مزيان قبل ما دير أي خطوة باش ما تطيحش في المشاكل. تابع الفيديو حتى الآخر حيت غادي نعطيك الطريقة كاملة والرابط الرسمي اللي تقدر تدخل ليه بسهولة، غادي تلقاه في الوصف أو في أول تعليق مثبت. المهم الطريقة الأولى هاهي غاديك لهاد الموقع، كتجي كتختار هاد الاختيار الأول، كدير الرقم ديال السيارة ديالك 20280، كل واحد يدير الترقيم ديال السيارة ديالو، هنا 50، كل واحد يدير الترقيم ديالو، كتكليكي هنايا. من بعد كتجي هنا هي كتلقاها بالأخضر، يعني مزيان ما فيها حتى حاجة. إلا كان فيها شي حاجز أو شي حاجة أخرى غتعطيك هكا بهاد العلامة بالأحمر. السلام ورحمة الله.